السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم اخواتي في قناة شيف بسمة. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد الكيك اللي تتجي رائعه بمعنى الكلمه، كيكه ديال ميروندينا ولكن بشكل جديد، يعني ماشي بالطريقه الاولى اللي فايت لي درتها في لاشين. وإلا كنتي اول مره تزور القناه وعجباتك القناه ما تنساش تابونا وتضغط على الجرس باش ان شاء الله دائما نلحقك الجديد، وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم وبالتعاليق وتبارطاجيو باش تعمل فائده، ويعني وتدعموني حتى تحفزوني باش انني نعطي اكثر. نبداو ان شاء الله على بركه الله. غنحتاجو في المقادير هاد الكيك 4 البيضات. انا هاد الكيك هاد البيض هذا عندي يعني صغير، غنستعمل 4 البيضات. الا كان كبير ديروا 3. عندي كاس ديال السكر سنيده، يعني السكر الخشن ما يعادل 150 غرام، 150 مليلتر تاع الحليب ما يعادل كاس ديال العنبه، هذاك الكاس المغربي الاصيل اللي تنشربوا فيه اتاي، و150 مليلتر ديال الزيت ما يعادل كاس تاع العنبه. بالنسبه للدقيق غنحتاجو 2 الكيسان ونص، يعني بالكاس تاع العنبه، يعني الكاس باش عبرته هما باش غادي تكملوا المقادير. كما قلت لكم 2 الكيسان ونص. انا غبرتهم التغربيله الاولى، والتغربيله الثانيه غنديرها منين بغي ندخلها في المقادير. وغادي عندي ندير هنايا 2 ساشيات ديال الخميره الكيميائيه. عندي انا كيس هنايا يعادل يعني 14 غرام، يعني نستعملوا 2 خمارات. وغنحتاجو يعني باش غادي نقسم هذوك الطبقات النيسكويك ولا كاوبيل اللي تنستعملوه في الحليب. وبالنسبه اللي باش غادي نديروه في الكيك غادي نستعمل الكاكاو امارو، يعني الكاكاو المر اللي ما تيكون خالي من السكر. نبداو ان شاء الله على بركه الله. من بعد ما درت البيض في الاناء اللي غادي نخلط، غادي ندير سكر الفاني، وغندير واحد القريصه الملحه، انا راه درتها فوق الفاني وغادي ندير كاس ديال السكر سنيده، وغندير في الكاس ديال الحليب، يعني كمقادير اي كيك بسيط، الطريقه ديال الطياب ديالو تتكون مختلفه. وكاس تاع الزيت. وغادي ان شاء الله نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. غادي نطرب هادشي مزيان. من بعد ما خلطت غادي نحاول نغربل الدقيق، يعني التغربيله الثانيه باش يدخل لينا الهواء في العجين. يعني هذا الكيك هذا لا بغيتو يجي خفيف، يعني من الاحسن ديروا 2 الكيسان ونص، ما تكتروش. غادي نضيف هذيك الخميره الكيميائيه، يعني خماره الحلوه 14 غرام ما يعادل 2 خمارات حمرين في المغرب. غادي نحاول ندخل هاد الدقيق شوي بشوي حتى نكمل. كما قلت لكم ندخل هاد الدقيق كامل، ونحاول منين بنغربل نهز يديا شويه الفوق باش يدخل لينا الهواء في الكيك. من بعد ما خلطت الخليط، يعني باش تسهل عليا العمليه وتجيني مزيانه، حاولوا ما امكن انكم هذا الخليط هذا تقسموه على 4 اللي غادي تقسموه عليه، يعني يكون متساوي. حاولوا ما امكن انكم تقربوا العبار يكون متساوي. من بالمول اللي غادي ندير فيه، يعني انا القطر ديالو ديال 25 اللي عندي، يعني من هنا لهنا، يعني ماشي تعبري من هنا، حيت عبرتي من هنا راه تيكون 26، الا عبرتي تيكون 27، حيت تيكون 1 سنتيم من هنايا وسنتيم من هنا. يعني من الاحسن انكم تعبروه من هنايا هو مسدود 25 باش تجيني عاليه ويجيو الطبقات باينين. دروك ان شاء الله غادي نشد واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو، يعني حاولت باش نبسط لكم العمليه. غنديرها هنا، هذه غنديرها بالكاكاو، هذه غنديرها بيضه، هذه غنديرها بالكاكاو، يعني حتى هذه دروكا غادي ندير فيها واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو. وغادي نحاول، يعني انا نتوما لكم الاختيار، تسبقوا مثلا الطبقه اللي بغيتو، اما بيضه اما كحله. انا غادي نسبق ان شاء الله يعني الطبقه السوداء اللي بالكاكاو هي اللي غادي نديرها كالقاعده. يعني خاصني نخلط هذا الكاكاو مزيان. من بعد ما خلطت كما تتشوفوا غادي نشد المول ديالي، انا مدوز دايره ليه بابي سيرفليزي من هنا ومدهنه من هنا من الجوانب يعني بالزيت. دونك ان شاء الله غنخوي فيه يعني الطبقه ديال الكاكاو، العجينه السوداء اللي بالكاكاو، ونحاول نسرحها يعني تتكون رقيقه، ولكن ما تخافوش راه تيجيو معزولين طبقات وتتجي الكيك يعني مزيانه منفوخه. وهنايا الفران يعني درتو انه يسخن على درجه الحراره 180.
الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت. وغادي ندخلها ليه حتى تتبان لينا يعني طابت ما كاملاش واحد 10 دقائق وتنخرجها. عاد ديك الساعه ان شاء الله غادي نديروا الطبقه الثانيه ويعني ونريقلو ثاني الفران ما تبقاش يعني عنده نفس الطريقه ديال الطياب. غادي نحيدوا ليه يعني الحراره ما تكونش من تحت الطاوه تكون هي من الفوق. من بعد ما طابت ليا كما تتشوفوا يعني راه تجي منفوخه. غادي نشد واحد المعلقه ديال نيسكويك ولا يعني معلقه كبيره وغادي نشد شي صفايه وغنديرها ونحاول انني ندوزها على جميع الاتجاهات. صافي بحال دروكا يعني باقي ما غاديش نكمل هاد الكميه كامله. وغندير ان شاء الله يعني هاد الخليط الابيض غنحاول نوزعه فوق الطبقه هذه على هذا الشكل. يعني تنوزعوه كامل على هذا الشكل هذا ونحاولوا نسرحوه كما تتشوفوا. هنا ما غاديش نستعملوا يعني المعلقه، نحاولوا نديروه على هذا الشكل هذا حتى تغطى ليا هاد الطبقه الاولى يعني بهذا الخليط. وما تخافوا والو راه غادي يجيو طبقات ان شاء الله معزولين. هي تبعوا المراحل يعني كما قلت لكم حتى تغطى ليا الطبقه كامله. نحاول انني ندير بحال هذا الشكل حيت لا درنا المعلقه غادي تخلط لينا بالكاكاو اللي درنا بكاوبيل. دوكا ان شاء الله غادي نخشيها في الفران يعني على درجه الحراره ديما تبقى 180 ولكن غادي نشعلوه هي من الفوق تكون العافيه هي من الفوق وما تخافوش راه تجي طايبه. وبالنسبه للفران تاع الغاز يعني طفيو لتحت اللي تكون العافيه من التحت وشعلوه عليها من الفوق بحال هي بديتي تحمروها والعافيه تكون متوسطه ما تكونش مجهده يعني حتى تطيب لينا ونخرجوها. نديروا نفس العمليه بالكاوبيل ولا نيسكويك نعاودوا نغبروها شويه بسميتو ونديروها الطبقه السوداء يعني بالكاوبيل بالكاكاو ونخليوها ثاني تطيب بنفس العمليه اللي العافيه تكون هي من الفوق. نخرجوها وعاود ثاني نديروا الكاوبيل ونديروها الطبقه البيضاء. يعني الطريقه كما درنا في الاول غادي نبقاو نتناوبوا نوبه عجين بالكاكاو ونوبه عجين بالعادي ومن بعد غادي نزينها يعني بالشوكولا 50 غرام ديال الشوكولات مع دانون مسوس مع ياغورت طبيعي يعني ما فيه لا سكر لا والو مع اي حلوه ولا درنا ليه هذا ياغورت يكون فيه السكر تجي شويه يعني قاصحه في الحلاوه. نفضل انكم ديروا ياغورت طبيعي مع 50 غرام ديال الشوكولات مذابه تخلطوهم بجوج وتزينوا بها. يعني التزيين تيبقى اختياري ولكن احسن انكم ديروا الياغورت طبيعي مع الشوكولا تيجي مواتي مع هاد ميروندينا. ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي. عليكم هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا كما تشوفوا تجي على هذا الشكل هذا راه تجي رائعه. وغادي نحلها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. انا كما تشوفوا زينتها يعني كما قلت لكم بياغورت طبيعي بدون سكر ودرت معاه 50 غرام ديال الشوكولاته مذابه يعني ودرت خطوط من الفوق بالفورشيت ولا ممكن تخليها هكاك ولا تزيني بخطوط ديال الشوكولا كما تشوفوا. ها العلو ديالها كي تيجي راه تيجي رائع بمعنى الكلمه. ودروك ان شاء الله غنقسمها كما تشوفوا. من بعد ما قسمتها راه تجي معزوله طبقات كما تشوفوا معايا. ها هو الشكل ديالها من الداخل يعني تجي رائعه معزولين طبقات كما تشوفوا معايا. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر مع وصفات اخرين. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجي مع الاصدقاء ديالك وما تنساش تخليو لي التعاليق وواحد اللايك إلا عجبكم الفيديو. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر مع وصفات اخرين. مع السلامه.